يا زلمة كيف بدنا نطلع ترند هيك، نخبط ونحرق السوشيال ميديا كلها ونبقى اليوتيوب كله بالترند؟ كيف؟ والله ماني عارف. لحد الأندوم الحار؟ لا يا زلمة، هذا فكرة كثير ناس عملوها وصار موضوع تافه وملوش أي معنى. فكرنا بإشي هيك جديد. بس لقيتها ولك شو هي احكي لي. اسمع، اسمع علي، ترى هذا الكلام والسوالف هاي انا ابدا ما بحبها. ايش هاي اشلح وما اشلح؟ اذا نشوف هذا المتخلف راح فكره لبعيد. اشلح الحجاب. تعرف اقسم بالله انك جبتها، بس ايش بدنا نعمل هيك حركات نستفز فيها هالعالم وعشان الترند يضرب ضرب. شو رايك؟ بدنا نعمل هيك دراما كثير قويه نخلي الفيديو يضرب ضرب بالترند. ماشي؟ يلا. اوه شوفوا جايز، النحيت ما احلاه بدون حجاب. اوه شو كيوت يا نحيت. اوه ماي جاد، ما احلاك بدون حجاب. جايز انا ما قدرت ابدا على الحجاب، وانا كمان جايز حاولت كثير بالحجاب بس ابدا ما قدرت. وانا حر ما حد خصه فيني. بس عن جد كثير طالع كيوت يا نحيت. اوه ماي جاد، بس جد كثير طالع بتجنن بدون حجاب. اسمع، بعد فترة هيك صغيرة مش ينزل الترند نرجع ايش؟ نلبس الحجاب، نرجع كمان مرة بنرجع فقع كثير وهالمقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك في أفضل قناة على اليوتيوب. أفضل قناة على اليوتيوب. إذا عندك اعتراض تفضل احكي، يلا هيني بسمعك. أكيد ما عندك اعتراض. المهم أتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير يا عزيزي ويا عزيزتي المشاهدة. اللي مش مشترك بالقناة بنزل بيشترك بالقناة، واللي مش مفعل زر الجرس الآن بنزل تحت ويفعل زر الجرس، وهيك لايك خفيف لطيف منكم وكومنت حلو زيكم خلينا نشوفه ونقرأه ونقدر نرد عليكم. أهلين وسهلين فيكم يا أجمل وأمزمز المزاميز بالعالم كله. كيفكم؟ طمنوني عنكم يا أحلى ناس بالعالم. ونسيت تحكي لهم أهم إشي، لا تنسى علامة الشير هاي شفتها، تضغط عليها وتعمل نسخ الرابط. هلا والله، حي الله. وطبعا يا عزيزي كان المفروض إني أنزل حلقة عمر بن الخطاب، بس للأسف قلبي هيك من جوا بيغلي غلي، مش قادر أتحمل، بدي أفضفض فقررت أعمل هذا الفيديو عشان أفضفض فضفضة لم يتفضفضها أحد من قبلي. بدي أحكي فتحملوني يا جماعة الخير، لأني راح كثير أحكي اليوم. مش لحاله أنا كمان كثير اشتفيت من الموضوع وبدي أفضفض، بدي أحكي معكم، بدي ألعن. استنى شوي، طب إحنا ليش معصبين؟ أنا ليش معصب؟ شو في؟ إيش الموضوع؟ عن شو بدك تحكي؟ حتى لو مش عارف عن شو بدي أحكي، بس بضلني أنا أبضاي. بالبداية يا عزيزي شفنا انه باخر فترة موضوع الحجاب شامط ترند بالسقف، وصاير في مشكلة صغيرة بين البنات والحجاب، فقلت خليني احاول احل هاي المشكلة بينهم. فبتلاقي البنت اللي مش محجبة بتتحجب وما شاء الله عليها، الله يسعدها ويثبتها، بس بعد فترة صغيرة بترجع تشلح الحجاب، وبعديها بترجع تلبس الحجاب وبترجع تشلح الحجاب، وما بتثبت على الرأي ابدا، وبالاخر بترجع تشلح الحجاب وبتشلح اواعيها كلها معه. وفي النوع الثاني اللي هو بيكون اصلا محجب وما شاء الله عليه، بس بلعب مع الزهر شوي وبنشهر، فبقرر انه يوقع الحجاب وام الحجاب على الارض. ليش يا حزرك؟ لانه بنظرهم انه الحجاب بدل على التخلف والرجعية، وانا مستحيل اكون متطورة ومتقدمة ومثل زوجتي كريستيانو جورجينا الا اذا شلحت هالحجاب. واحد هاي القصص يا عزيزي هي قصة وحدة أنا أبدا ما كنت بعرفها، وبتوقع إنه أنتو كمان ما بتعرفوها، بس للأسف اضطريت عشان أعمل الفيديو إني أبحث عن الموضوع عن الترند، فعرفت هذا المنظر. المهم يا عزيزي بنت اسمها سالي العوضي، والإنسانة هي تيك توكر، يعني شغل بثوث تيك توك، بس يعني إشي ما في إشي عندها. بيوم من الأيام هاي سالي كانت مش محجبة، ولحد هون الأمور طبيعية حرة، هي بدهاش تتحجب البنت، هي وأهلها حرين ببعض ما بتتحجب. بس بعد فترة طلعت سالي وصارت تحكي أنا نويت أتحجب، وكل الناس ما شاء الله عليكي، الله يثبتك، الله يحميكي، الحجاب عليكي بجنن يا أم السوس، ما شاء الله عليكي. لا حتى بعد شهرين ثلاث من الموضوع هذا سالي بتطلع وبتحكي أنا مش قادر أتحمل الحجاب، أنا راح أشلح الحجاب. ما تعملش هيك، لا ابصر شو،
أنا هاي الفترة كتير براسي إني أشلح الحجاب عشان أكون صريحة معكم، والله العظيم. فالناس هون زي ما بتعرف يا عزيزي بلشوا يحاجموا فيها ويحكوا لها، اللي يحكي لها حرام، واللي يحكي لها ما بصير، واللي يحكي لها اثبتي، واللي يدعي لها، واللي يسب عليها، لانه احنا الشعب بس بدنا نسب، ما انتوا عارفين. المهم طلعت بعديها سالي وصارت تحكي انا تراجعت عن القرار اللي طلعته اني اشلح الحجاب، يعني انا هسه بدي اضل متحجبه. برضو الناس هاجمتها، صارت تحكي لها انت شو شايفيتها لعبه؟ ايش مالك بتتخوت علينا، مره بشلح مره بلبس، شو هي؟ ارسلك عبر. فطلعت سالي بعدها بفتره على لايف على التيك توك وهي شالحه الحجاب، وحكت للناس خذوا هاي القنبله وهاي البومبه. معلش بعرف إنكم مظلومين هلا، بس أنا ما قدرت على الحجاب يا جماعة. وطلعت وحكت انه بما انكم اذا شلحت مهاجميني واذا بطلت بدي اشلح مهاجميني، فخليني اشلح واسوي الموضوع اللي براسي. يا اختنا يا سالي، هو الموضوع مش انه عاجبنا احنا او مش عاجبنا احنا، هو الموضوع انه عاجب ربنا، فاهم؟ فانت لما تلبس الحجاب راح تكون لابسته لربنا مش النا، يعني احنا مش مهمين. لو شو ما نحكي احنا لبكره الصبح مش مهمين ابدا، انت لابس الحجاب عشان ربنا، فالمفروض تكوني زي هيك. والمشكله الثانيه انه الشعر ابدا مش حلو، يعني لو انه حلو لا احكي يكون اهون شوي، بس يعني كثير بيخزي، يعني الحجاب كثير كان افضل. يا جماعه الخير لو شعري نفس لون شعرها بس افوت اتحمم راح البس الحجاب. يا كنافه شعرك مش حلو، ارجع للحجاب يا كنافه. المهم يا عزيزي خلينا نشيل المدح شوي ونبلش بالجد. بالبدايه كل شخص حر بحاله، لكم دينكم ولي ديني. بدك تتحجبي تحجبي، ما بدك تتحجبي هاي قناعتك وانت واهلك ودينكم، وانتم المحاسبين عليها مش احنا. احنا المطلوب منا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اقتنعتي كان بها، ما اقتنعتي ما انت حره. يعني طبعا كله بالادب، يعني انا ما فيش حدا بيقدر يغصب حدا على إشي. يعني انت مش محجبه هذا الموضوع برجع لك، بيرجع لك شو دينك وشو اهلك بدهم وشو متفقه انت واهلك وشو فكرك، ومش احنا راح نتحاسب عنك، انت راح تتحاسبي بالاول وبالاخر. بس انا منظوري انه ما بزبط يوم انا محجبه ويوم شعري كيرلي، ثالث يوم انا محجبه، رابع يوم انا مسشوريته ما بزبط هذا الكلام. الانسان يا بتحجب يا ما بتحجب، اما انه يوم هيك ويوم هيك لانه بتصفي الشغله مسخره، وانه بس شغل انك تكون كلب ترند وكلب مصاري عشان ايش؟ ارفع مشاهدات شوي واخلي الناس اضرب ترند عند الناس، بصير اشلح الحجاب والبسه. لا هيك ما بزبط، لأن الحجاب هو أمر من الله عز وجل مش من أي حدا ثاني. والله عز وجل بيحكي في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. وخليني أحكي لكم قصة هاي الآية. عمر بن الخطاب كان بيشوف انه في رجال بيروحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيدخلوا عليه البيت، وموجود بنفس البيت امهات المؤمنين اللي هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر هيك تضايق شوي وراح على الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يحكي له: يا رسول الله يدخل عليك البار والفاجر، يعني بدخل عليك المنيح والمش منيح، الكويس وابن الحرام، فلو امرتهن بالحجاب، يعني لو امرت زوجاتك وحكت لهم انهم يتحجبوا. وطبعا يا عزيزي اكيد انه الرسول هو اعظم اهل الارض خلقا، بس هو ما بيحكي اي شيء الا بامر الله عز وجل، فاكيد عمر مش راح يكون غيران على زوجات الرسول اكثر منه، بس يعني زي ما بنعرف الرسول بيستنى امر من الله عز وجل. المهم رجع عمر ثاني يوم وصار يحكي له: يا رسول الله يدخل عليك البار والفاجر فلو امرتهن بالحجاب. وظل عمر يحكي 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 لحتى انزل الله عز وجل هاي الايه موافقه لكلام عمر بن الخطاب. في قصه هيك شفتها كثير جميله وعجبتني جدا. عائشه رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفن الرسول في حجره عائشه صارت تحكي: كنت اخلع ثوبي والبسه عادي فاقول انه زوجي. وبعد فتره زي ما بنعرف اندفن جنب الرسول مين؟ ابو بكر الصديق. فصارت تحكي: كنت افوت هاي الحجره اللي هاي الغرفه المدفونين فيها واخلع ثوبي والبس ثوبي عادي واحكي انما هو زوجي وابي، لانه زي ما بنعرف ابو بكر الصديق هو والد عائشه رضي الله عنها. بس بعد هيك مين اندفن؟ اندفن عمر بن الخطاب جنبهم. فصارت تحكي: والله منذ ان دفن عمر في الحجره ما خلعت ولا لبست ثوبي في هذه الحجره، لانه شخص اجنبي، يعني شخص غريب. فتخيل يا عزيزي انه عائشه مستحيه تشلح ثوبها قدام شخص ميت، يعني شخص فيش له وعي ولا ادراك ولا اي شيء، عباره عن جثه بس. يعني تخيل قديش كان الادب والعفه للبنات وقديش كانوا يعني هيك خايفين كثير على حالهم. فبالنهايه يعني ما بنحكي غير الله يهديني ويهديكم ويهدي كل نساء ورجال الارض باذن الله، وان شاء الله بيزبط الحال للافضل وبنشوف صار الحجاب شيء طبيعي
انه عادي بلش حجاب خلاص انا انسان محجب، مش يومين وراح ارجع اشلحه باذن الله. وبشكركم على المشاهده، ويعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.